الكورس ده حرفيا انا النهارده جاي اشرح لك كورس ازاي تقدر تحقق 850 دولار. 850 دولار مش رقم كبير، ولكن انا بدي لك كورس فيه الهدف ازاي ان انت تعرف تتارجت الجمهور، ازاي ان انت تستلم المنتجات دي، ازاي ان انت تقدر تستخدم AI PR العمده. حرفيا ده كفيل يخليك تعرف تبيع، ازاي تعرف تكلم العميل، ازاي تعرف تشتغل ومجانا بالكامل، يعني انت ما بتدفعش فلوس عليه. وطرق التسويق كمان هنشتغل على ايه، يعني مثلا لو انت مش معاك راس مال هيبقى جروب، لو انت عندك راس مال مثلا حتى لو صغير هنشتغل الاعلانات المموله، مين هو الجمهور المستهدف وكل حاجه. طبعا الموضوع ده من غير اي ستور تماما، ما يبقاش فيه بوابات دفع، ما يبقاش فيه الكلام ده. الموضوع ده هيبقى سهل جدا وهقول لك ازاي. خلينا مع بعض كده نشرح الاول، علشان انا بصراحه بحب لما اعمل كورسات يكون فيها ما اشتغلش معاك كده وخلاص. اول حاجه كده احنا هدفنا 850 دولار. اول حجه كده خلينا نمسك اول نقطه اللي هو برامج جاهزه. احنا هنبيع برامج جاهزه، البرامج دي بسيريال معين بنبيعها. ايه هي البرامج دي؟ انا موفرها لك بالكامل. البرامج دي 1 2 3 4 5 6 7 8. البرامج دي بتستخدم في ايه؟ بتاعه ماركتنج، اللي بيستخدمها اصحاب الشركات الصغيره اللي هي الستارت اب. عندك شركات كتيره جدا بتستخدم الحاجات دي، حتى العقارات، وهنتكلم عنها مين هو البيرسونا ومين هم العملاء اللي هيشتروا منك المنتجات دي. عندك كمان هنا شرح ليها كامل، فانا موفر لك الموضوع ده ما تقلقش. نيجي على طرق التسويق، لا هنيجي بس AI QR العمده اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو المدرب الشخصي وفي نفس الوقت التوجيه ودعم. مدرب شخصي يعني انت بتتكلم مع بوت عارف انت بتبيع ايه، تشتغل ازاي، كل حاجه بشكل متكامل انا بوفرها لك. يعني ممكن يساعدك في الاعلانات، هيساعدك ان انت ترد على العميل ازاي، وكمان كفيل ان هو يدي لك كورس كامل. طبعا الكلام ده شات، ده طبعا كاستم GPT. نيجي على توجيه ودعم، ان انت لو محتاج تستفسر عن اي حاجه هو بيساعدك. بقول لك انت مش محتاج انك تتعلم مهاره، انا بوفر لك كل حاجه بشكل مكتمل. نيجي على طريقه التسويق، طبعا في جروبات كتير جدا ممكن تشتغل عليها، مثلا جروب اسرار الاعلانات المموله، جروب ماركتنج ايجيبت. فطبعا انت ممكن تبيع لهم البرامج دي، وناس كتيره جدا يتمنى ان هم يستخدموا البرامج، لان البرامج دي هتزود هنا في الاعلانات المموله. احنا هنعمل اعلانات على فيس وانستا بس، مش هنعمل اي حاجه ثانيه، هو بس فيس وانستا. كده انا فهمتك الهدف بتاع المنتجات دي. المنتجات دي بتبقى منتجات تسويق. تعال نشوف المنتجات دي عباره عن ايه الاول، علشان خاطر نعرف احنا بنشتغل ازاي. طيب اول حاجه كده المنتجات دي هي ايه؟ المحتوى. عندك واتس سندر تيربو برو اللي هو انتي بلوك، في ناس بتستخدمه في الارسال الجماعي لو هم عندهم كلاينتس كتيره جدا زي الفريلانس، زي الشركات الصغيره، زي شركات الريال استيت، بيحتويها بشكل كبير جدا. عندك هنا كمان تليجرام سندر. فطبعا البرنامج ده في ناس كتير جدا بتشتريه، لان الكلاينت بتاعهم اساسا او العملاء بتوعهم بيبقوا موجودين على تليجرام في الجروبات والحاجات دي. نيجي على اداه صناعه فيديو بالذكاء الاصطناعي. انا بدي لك البرنامج ده وانت كمان بتبيعه للناس بشكل متكامل. ده طبعا حزمه كامله انت بتبيعها ب 15 دولار، وبتبيعها جوه مصر ب 300 جنيه. ممكن تبيعها اغلى من كده كمان براحتك، يعني مفيش مشكله. نيجي هنا من نص قصير لفيديو اعلان. طبعا هدف البرنامج ده بكل بساطه ان هو بيكريت اعلانات بالاي اي، دي ممكن تستخدمها لنفسك كمان. اداه التسويق على فيسبوك طبعا دي مهمه جدا جدا جدا، اللي هي بيبقى فيها نشر تلقائي على المجموعات. لو انت عندك مثلا منتج معين او حتى المنتجات الرقميه، تقدر ان انت تستخدم البرامج دي وتبدا تبيع المنتجات دي بنفس المنتجات اللي انت هتشتغل عليها حالا، يعني مثلا البرنامج ده، وتبدا ان انت تروج على الصفات بشكل مباشر. تيجي هنا برضو مستخرج الكلمات المفتاحيه للاس اي او، برضو بيستخدموه في الماركتنج، بيستخدموه بشكل كبير جدا. رد تلقائي على التعليقات والرسائل، هنا اسمه انستجرام بوت، اللي هو بيبدا ان هو برضو يتكلم مع العملاء ويتفاعل معاهم ويقدر يستخرج بيانات العملاء والحاجات دي كلها. الهدايا اللي انت بتسلمها له للعميل انت اوريدي برضو بتستلمها. عندك دلوقتي بيكس ارت برو، عندك كمان كينج ماستر اللي هو بتاع المونتاج. نيجي كمان هنا على دولينجو بريميوم، ده بيحسن اللغه من خلال اللغات اللي انت عايز تتعلمها، اي لغه مهما كانت هي ايه. فطبعا ده لو انت بعتها مع الباقه دي نوع من انواع البونص او هديه، فناس كتيره جدا جدا هتشتريها منك. هنا برضو انت عندك ترخيص اعاده البيع او الاستخدام الشخصي، ممكن تستخدمها، ممكن تبيعها في نفس الوقت. عندك المساعد الذكي اللي انا قلت لك عليه، اللي هو هيساعدك بشكل متكامل وهنشرحه حالا. طيب نيجي هنا بقى على الاعلانات. عايزين نعمل اعلان، انت بتيجي هنا على جوجل بتكتب مدير الاعلانات او ادز مانجر. طبعا انت بتكريت حساب وكل حاجه. بتبدا ببادجت كام؟ انت في اليوم من 3 دولار ل 5 دولار، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. 5 دولار كويس جدا. لو انت هتعملها البادجت بشكل كامل في الاسبوع مثلا، ممكن تعملها ب 35 دولار او ممكن تعملها ب 40 دولار او 45 دولار بس. في مصر انت بتعملها ب 600 جنيه في الاسبوع، حد كويس جدا. لو انت هتعملي ديلي بادجت، يعني هتعمل ميزانيه في اليوم بس، يبقى 150، لان اليوم مختلف عن الميزانيه لو هي اسبوع كامل. نيجي على الحملات الاعلانيه. طبعا احنا شرحنا الموضوع ده بشكل متكامل ازاي تعمل اعلان. فطبعا احنا هنعملها هدفها المبيعات، الناس اللي هي فعلا مستعده انها تشتري. احنا كده بنكريت الكامبين بتاعي. اول حاجه هنا اسم الحمله. انا هكتب طيب انا كتبت منتجات رقميه تسويق على سبيل المثال عشان افتكرها بعدين. ننزل تحت يقول لك ميزانيه الحمله الاعلانيه، وعندك هنا ميزانيه المجموعه الاعلانيه. اقول له ميزانيه المجموعه الاعلانيه ليه؟ لان انا هعمل اعلان واحد بس، كامبين واحد بس. انا عارف ان الكامبين ده هينجح
مش محتاج ان انا اعمل تيست اصلا لان انا عملت اعلانات قبل كده عليه. ننزل هنا تحت شويه مش هتلاقي اي حاجه، خلاص انت مش محتاجها اول صفحه. طبعا انت عندك هنا خطوه وهنسميها برده منتجات رقميه. ننزل بقى على الكونفرجن اللي هو التحويل. احنا هنعمل الاعلان. طبيعي انت ما عندكش ستور، ما عندكش متجر ولا عندك بوابات دفع، فانت هتعمل ايه؟ بكل بساطه هتعملها وجهات الرسائل. يبقى الكونفرجن بتاعك هيبقى مسج، رسائل بس، مش محتاج ان انت تعمل حاجه ثانيه. العميل هيخش يتواصل معاك، هتقول له العرض اللي انت مقدمه له، بعدها يشتري منك. موضوع سهل جدا. وبرده لو انت عندك متجر وانت لسه جديد بلاش تبيع على المتجر. لو انت معاك بادجت قويه تمام، لكن لو مش معاك بادجت قويه خليها رسائل، نصيحه اكتر. هنا انت عندك طبعا صفحه على الفيسبوك او انستا، انا هختار الصفحه. هتيجي تقول لي انا عايز اعمل الاعلان بتاعي رسائل ولا ماسنجر ولا هتبقى واتساب، وانا مغمض بقول لك واتساب. ليه؟ لان العميل دايما لما بيكلمك على الواتساب بيكون شايف ان الشات شخصي اكتر، وبيكون شايف ان في ثقه او مصداقيه اكتر، واهم حاجه المصداقيه. كده هتعرف تبيع اسرع. نيجي هنا نشيل الماسنجر ونشيل كمان انستجرام، وتفضل كده معانا الواتساب. تمام. طبعا انت بتربط رقم الواتساب بتاعك، ويا ريت يكون واتساب بزنس، وشرحتها كتير جدا، خليها واتساب بزنس بس. طيب ننزل تحت هنا، مش هنعمل اي حاجه ثانيه. نيجي بقى هنا اهم حاجه في الموضوع كله هو الميزانيه. في حاجه اسمها ديلي بادجت وفي حاجه اسمها لايف تايم بادجت. يعني ايه ديلي بادجت؟ اللي هي الميزانيه اليوميه. فانا بقول له النهارده انا عايز ادفع في اليوم مثلا 180 جنيه. طيب يعني هو هيدفع دلوقتي 180 جنيه، لكن انا النهارده بقول له مثلا انا عايز ادفع على الميزانيه بشكل متكامل 600 جنيه مثلا. انت لو بره مصر ب 45 دولار لحد او 35 دولار تمام، فالاسبوع بشكل كامل. فانا بكتب له هنا 600 جنيه لحد هنا كويس. هو بيقول لك جاري التحقق من التغيرات، وهنا بيدي لك علامه غلط. ليه؟ ان احنا هنا لسه ما عملناش حاجه اكتر. نيجي النهارده بتاريخ 11 اغسطس، يعني بتاريخ اليوم بتاعك ايا كان بقى انت بتشوف الفيديو ده امتى او المحاضره دي. هنيجي هنا نعمل حاجه اسمها تاريخ الانتهاء. طبعا 11 اغسطس احنا عايزين اسبوع، احنا هنا هنخليها طبعا سبتمبر لا اغسطس، هنخليها 11 ليها 16 5 ايام. حلو جدا 5 ايام مش وحش. اصبح ان المشكله اتحلت خلاص. قال لك ماشي 600 جنيه كويس قوي. ركز قوي في الجزئيه دي عشان مهمه قوي قوي صدقني، هي دي اللي هتجيب لك المبيعات. احنا هنا عندنا اول جزء خلاص، احنا حطينا الميزانيه وعرفنا هدف الاعلان ان هو كونفرجن مسجز مبيعات. تحت في الجزء المهم ان احنا هنتارجت مين. انا بحب دايما لما اعمل كورس اعمله منظم وفي هدف ورا الكورس ده، ان انا اخليك تعمل مبيعات. الشركات الصغيره اللي هي الشركات اللي لسه بتبدا، الشركات اللي هي الستارت اب المبتدئه، فاحنا عايزينهم يشتروا مننا المنتجات دي حافز ان هم يزودوا مبيعاتهم، لان البرامج دي هدفها ان هم يزودوا مبيعاتهم من غير ما يدفعوا فلوس كتير في الاعلان. نيجي هنا على الفريلانسر او صناع المحتوى. فريلانسر او صناع المحتوى زي حالاتك كده ممكن تكون بتشتغل فريلانسر، او انا برضو ممكن اكون بشتغل ويب ديفلوبر او ايا كان. بحتاج المنتجات دي البرامج دي بشكل عام، لان البرامج دي تسويقيه ان انا اقدر اسوق وابعت رسائل دلوقتي. طيب صناع المحتوى برضو بيحتاجوها، هم عندهم كورسات او هم بيروجوا لخدمه معينه زي الاستشارات وكده، فبيحتاجوها برضو. شركات العقارات مهمه جدا جدا، عقارات غاليه جدا جدا جدا، فبيحتاجوا ان هم يوصلوا لكم كبير جدا من العملاء، فالبرامج دي بتفيدهم بشكل كبير جدا. اصحاب المشاريع زي مثلا واحد لسه فاتح بيج جديده مش معاه ميزانيه كبيره، هو محتاج البرامج دي علشان خاطر يتواصل مع العملاء ويستفاد من الموضوع ده بشكل عام. احنا كده فهمنا مين الناس اللي احنا هنستهدف بشكل عملي. شوف يعني انا دلوقتي مقسم الكورس خطوتين. الخطوه الاول بنفهم احنا هنتارجت مين وهنشتغل ازاي والهدف، وبعدها بنخش على الشغل العملي. اول حاجه كده انا قلت خلاص انا حددت الوقت. تيجي هنا ادفانتج بلس. ده يعني ايه؟ ده يعني انت كده بتخلي الكامبين بتاعتك تشتغل بالذكاء الاصطناعي. وانا لا انصح حساب الاعلان، يعني حساب الاعلان طالما هو جديد ومش فاهم هو مين هو جمهورك، فهو بيخش في مرحله اسمها ليرنينج، فهو لسه ما يعرفش مين الجمهور بتاعك، فيقعد يخبط في الاول وانت لسه مبتدئ. فلا، احنا هنتارجت الجمهور اللي احنا اتكلمنا عنه البرزنتيشن اللي احنا عاملينها. تمام. نيجي للجمهور. اول حاجه كده انت هتارجت مين؟ حاول تتارجت اماكن او مدن موفر لهم طرق الدفع. يعني حضرتك دلوقتي من الجزائر، من السعوديه، من الامارات، من اي مكان حتى في مصر، لازم تتارجت ناس او دول معينه هتعرف تاخد منهم الفلوس، لان اكبر مشكله بيقع فيها اي حد بيشتغل اي كوميرس حتى لو ديجيتال برودكت هو بوابات الدفع. تمام. فموضوع البيمنت ده بيبقى صعب جدا جدا، فانت يا اما يكون عندك بوابات دفع او طريقه تعرف تاخد منهم الفلوس بتاعتك اللي هو حق المنتجات. لو مش هتعرف خلاص تارجت الناس اللي انت بامكانك تعرف تسحب منهم الفلوس بتاعتك اللي هي حق المنتجين ما اشتروها منك. نيجي هنا لو انا هتارجت مصريين، فبكل بساطه المصريين طبعا احنا طبعا كتير جدا ما شاء الله يعني، فانا طبعا صارت بادجت قليله. تمام. لكن انا النهارده مثلا هتارجت مصري، خلاص بتارجت مصريين زي ما انت شايف المدن فقط. طيب لو انت برضو الميزانيه بتاعتك قليله جدا ممكن تعمل ايه؟ ممكن تكتب هنا مثلا محافظه، هنا محافظه القاهره، فانت بتستهدف محافظات. يعني مثلا القاهره، اهليه، عندك دمياط، والناس دي فعلا مستعده ان هم يشتروا منك، بس انا عامه هخليها على مصر. ننزل هنا تحت شويه عرض المزيد من عناصر التحكم، هتلاقي في حاجه اسمها اقتراحات الجمهور، فدي مهمه جدا اقتراحات الجمهور. ولكن خلينا نشوف كده عرض المزيد من التحكم موجود ايه. موجود هنا الحد الادنى للعمر، احنا هنتارجت من سن كام لسن كام. هنا بقى احنا هنستعين بمين؟ هنستعين بشات جي بي تي اللي هو الكاستم جي بي تي اللي انا موفره لك، اللي هو اسمه كي ار العمر. ده مكانه فين؟ انا بوفره لك فري ما تقلقش. يعني نكتب له مثلا هنا
انا كده قلت مساء الخير، محتاج منك تعرفني المنتجات دي من سن كام لكام لو هعمل اعلان. فهو بيقول لك هنا من سن 21 سنه ل 40 سنه، ده الرينج اللي فيه اصحاب بزنس. هنا برضو خارج مصر من سن 23 ل 45، حلو جدا. فانا هنا هلعب على المضمون، يبقى من سن 25 لحد سن 45. هنا على السن هنخليها زي ما قلنا 25. احنا هنا بقى محتاجين نعمل ايه تاني؟ نيجي هنا على استبعاد الجمهور او كل اللغات. لا، احنا مش محتاجين كل ده، احنا محتاجين بس نيجي على اللغات. احنا نعملها اللغه العربيه. طيب ليه بقى اللغه العربيه؟ حضرتك لو انت بتبيع في الخليج، في السعوديه، في الامارات، في الكويت، اكبر مشكله الناس بتقع فيها يسيب اللغات. اصبح ان انت بتجيب باكستانيين، بتجيب هنود، بتجيب مصريين قاعدين هناك، فالموضوع بيبقى صعب جدا عليك. مش هو ده الجمهور اللي انت بتتارجت. انت بتتارجت خلايج، بتتارجت سعوديين، بتتارجت عمانيين، ايا كان الشخص هو من الدوله نفسها. فانا خليتها هنا العربيه. حلو جدا. لحد هنا احنا ماشيين 100%. عشان كده انا مبسط لك الموضوع بما يرضي الله يعني والله. يعني من الاخر كده لو انت رحت فكرت انك بس تشتري كورس زي ده وخدمات زي دي، هيقول لك اقل حاجه $500. والناس اللي بتدخل كورسات عارفه انا بقول ايه كويس، بس انا مديلك مجانا عشان اساعدك. اي نعم المنتجات هي بفلوس، بس قيمه الحاجه اللي انا بديها لك اصلا يعتبر المنتجات دي مش بفلوس، يعتبر هي مجاني، لان فعلا انا بدي لك فاليو عاليه جدا. خلينا كده نركز معانا على الاستهداف التفصيلي، وركز معايا عشان الاستهداف التفصيلي ده مهم جدا. طبعا احنا قلنا من 25 سنه 45 سنه، اصبح كده ان انا شغال كويس. هل الادفانتج بلس شغاله؟ فدي مشكله احنا عايزين نقفلها عشان الذكاء الاصطناعي. هنستهدف مين؟ زي ما انا قلت لك هنا ايه؟ قلت لك شركات صغيره، فريلانسر، شركات العقارات، اصحاب المشاريع. طيب زي ما انت شايف التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي ده احنا هنتارجته. عندك هنا برضو الشركات الصغيره، هتلاقي في هنا اعلانات في التسويق. الاعلانات برضو مهمه. كل دي بتبقى اصحاب بزنس، ناس اصحاب بزنس بتشتغل او فريلانسر فعلا بيشتغلوا وهم عايزين يزودوا مبيعات لاصحاب البيزنس دول، فبيلاقوا اي طريقه علشان خاطر يزودوا المبيعات. فانت كده بتلعب بذكاء وبتعرف تتارجت ناس صح. وعلشان خاطر برضو ما يقعدوش يقولوا لك ايه البرامج دي، لا هم فاهمين البرامج دي كويس، فانت بتبيع لهم حاجه معروفه اصلا. فاحنا ننزل تحت هنا على الشركات الصغيره، مهمه جدا جدا جدا. الشركات الصغيره اللي انا قلت لك عليهم ستارت اب، زي ما انت شايف كده عندك في كانفا قلت لك ايه؟ شركات صغيره. طيب ننزل هنا تحت، خلاص احنا مش محتاجين حاجه ثانيه كده، كفايه قوي. هنعمل ايه؟ تحديد المزيد. طيب في تحديد المزيد هنا بيقول لك يجب ان يطابق. يعني ايه اصلا يجب ان يطابق؟ يعني انا النهارده تارجت الناس دي، طب هل الناس دي عندهم القدره الشرائيه؟ لا. طب انا عايز اجيب ناس عندها قدره شرائيه، فانا هعمل ايه؟ هكتب المتسوقون المتفاعلون. ده يعني ايه؟ ده يعني الناس فعلوا مع الاعلانات وبيبداوا ان هم يشتروا. تمام؟ فهو سلوكهم كده، السلوك بتاعهم ان هم الناس دي بتتفاعل مع الاعلانات وبيقدروا ان هم يشتروا اونلاين عادي جدا، ما عندهمش مشكله. نيجي هنا برضو على كذا حاجه زي مسافرون دائمون، برضو مهمه. لكن في حاجه مهمه جدا، في ايضا انت ما ينفعش نستخدم الانترستد اللي هو الاهتمامات. لا، المهتم ده هو مهتم بس ما عندوش القدره الشرائيه. لكن السلوكيات اللي هو البي هافرز، فانا عندي سلوك ان انا بشتري اونلاين، فاصبح ان انا فعلا اقدر اشتري منك المنتج ده او الخدمه. طيب مسافرين دائمون ده واحد بيسافر مع القدره الشرائيه ان هو يشتري. كده كفايه. نيجي هنا ننزل تحت على المواضيع. طبعا احنا مش محتاجين المواضيع دي في اي حاجه خالص. ان هي تكون ادفانتج بلس اللي هي بتشتغل بالاي اي حاجه فيها اي ما تشتغلش بيها خالص طول ما انت لسه في البدايه. الاجهزه طبعا احنا هنعملها بس واي فاي. ليه واي فاي؟ لان بكل بساطه الناس اللي قاعده على الواي فاي هي ناس في هدوء بتسكرول في الشغل، ما عندهمش ضغط اي حاجه، فالموضوع بيبقى سهل بالنسبه. لكن لو هو داتا اكيد هو ماشي في الشارع او هكذا من الامور دي كلها، فالموضوع بيبقى صعب عليه. فاحنا برضو بنعمل احتماليات اللي فعلا الناس تكون قاعده في مكان هادي علشان خاطر يبداوا ان هم يتواصلوا معانا. نيجي هنا على المنصات، ودي مهمه جدا جدا علشان ما تحرقش بادجت على الفاضي. انت هتشيل ماسنجر، هتشيل اودينس نتورك، هتشيل السيرفيس. الثلاثه دول انت بتشيل بس كده. انت محتاج فيسبوك وانستا، ولو انت بتتارجت في الخليج ما تستخدمش فيسبوك خالص. لو استخدمت فيسبوك هيجيب لك استانيين بقى في هنود في مصريين، فانت عايز تتارجت الشخص اللي هو من الدوله نفسها مش واحد مختلف. نيجي هنا على عناصر التحكم كده تمام قوي. هنعمل ايه تاني؟ هندخل على الصفحه الثالثه. نيجي هنا على المبيعات، دي اكتر حاجه الكرييتيف والكوبي. طبعا الموضوع ده سهل جدا، انا موفره لك. ما تقلقش. موفره لك ازاي؟ زي ما انا قلت لك البوت اللي احنا هنشتغل عليه حالا، وركز جدا في الكلام اللي انا هقوله ده. طيب اسم الاعلان زي ما قلت لك برده منتجات. طيب خلاص عشان افتكرها، منتجات رقميه تسويق. خلاص كده هنا في الاخر خالص انشاء اعلان. انا هنا عايز انزل فيديو يكون الفيديو ده فعلا يشد العملاء، فطبيعي الفيديو ده لازم يكون فيديو قوي جدا، فانا بوفره لك فري. اهم حاجه في التنص هتعملها مرن اللي هي فليكسبل، علشان خاطر لو هتضيف مثلا 10 فيديوهات او 10 صور فيبدا ان هو يشوف ايه الفيديو اللي متفاعل مع الناس ويبدا ان هو يثبته ويبدا يشيل باقي الفيديوهات اللي انت حاططها اللي هي ما جابتش. نيجي هنا بقى على تصميم الاعلانات. نيجي هنا نختار الفيديو بتاعك. فانا طبعا هنا اخترت فيديو معين. النقط الاساسي اللي هو الكابشن اللي احنا هنضيفه او الكوبي هنكتب ايه، وعندك هنا العنوان وعندك هنا الوصف. طب احنا نعمل ايه؟ نقفل بس الاول ادفانتج بلس دي، اي حاجه بالاي اي زي ما قلت لك اقفل. انا بقى نتكلم مع البوت ده وركز معايا، الكلام ده مهم قوي. انا هكتب له هنا ايه؟ انا هنا كتبت له عايز كوبي احترافيه، وركز في الكلام ده مهم جدا.
كوبي احترافيه تبيع بشكل قوي في هوك وفاليو. هوك ده يعني اللي هو اول 3 ثواني او اول 3 سطور مثلا بيشوفها الكلاينت، او اول سطر عامه بيبدا ان هو يتشد للمحتوى بتاعك فيبدا يقرا باقي الفاليو اللي هو الباكج اللي انت بتقدمه بشكل عام. بعدها هنا المحتوى قوي عن الباكج اللي بوفره، وانا من مصر لازم تعرفوا ان انت من مصر، ولازم تعرفوا ان انت مثلا هتبيع في مصر بالسعر المصري. فلو انت في المغرب في السعوديه في اي مكان هو عارف انت هتبيع بكام، فيبدا ان هو يقول ما تقلقش انا مبرمجه على كل حاجه او مفهمه الدنيا يعني. يقول لك تمام هنا عندك النص كمقترح، عايز تزود مبيعاتك وتختصر الوقت دلوقتي مع باكج التسويق في مصر هتاخد كل ادواتك تسويق مفتاح مش عارف كل حاجه هو قايل لك عليه. السعر دلوقتي 299. الهيدلاين هنا اللي هو العنوان باكج تسويق مدى الحياه بخصم 75%. انا هاخد الكلام ده العنوان هنا، ننزل تحت شويه في الديسكربشن، فنبدا هنا ناخد الكلام ده اللي هو في الوصف، ننزل هنا تحت في الوصف ونعمل كده. نيجي هنا ننزل تحت نسخه ثانيه تعبت من التسويق مش عارف ايه، الكلام ده كله مهم جدا جدا. فهو بياخد الكلام ده، بس انا هنا برضو ممكن اقول له بيقول لك ايه مفيش بيزنس بينجح وفي كل حاجه مكتمله. فاحنا نعمل ايه؟ هناخد الكلام ده كله لغايه هنا بناخده كوبي، وبعدها بنيجي هنا في الاخر خالص بنبدا ان احنا نضيفها مره ثانيه. انت عندك هنا احنا ضفنا كوبي واحده هنا، هنعمل كوبي ثانيه يعني عادي انت ممكن تختار 5 مفيش مشكله. ليه بقى؟ لان لو في كوبي مثلا مش جايبه تفاعل خالص، الكوبي الثانيه بتبدا ان هي تجيب تفاعل، ففيسبوك يبدا او ميتا تشوف ايه الكوبي اللي فعلا الناس بتشد ليها او بتقراها اكتر او متفاعله معاها، فبيبداوا يثبتوا لك الكوبي اللي هي فعلا عامله نجاح قوي من ضمن ال5 كابشنات اللي انت ضايفها. اخترنا هنا في العنوان 1 وهنا 1، انت بتضيف اكتر براحتك تمام، يعني الموضوع ما فيش فيه اي مشكله. ننزل هنا على قوالب جاهزه. يعني ايه؟ يعني الراجل دلوقتي داخل يكلمك على الواتس، دي بقى مهمه، دي قصه مهمه جدا. هتعمل ايه معاه؟ هتقول له ايه؟ هو هيقول لك ايه؟ فانت هنا ممكن تخصص له رساله سريعه زي هنا النص مثلا مساء الخير، مساء الخير موفر لك برامج تزود لك دخلك بدون اي تكاليف اضافيه. ويشوف الرساله دي فين؟ هيشوفها هنا زي ما انت شايف كده. طيب مرحبا، هل يمكنني الحصول على المزيد؟ بلاش الشغل ده، طب هنا تفاصيل. طيب انا كتبت هنا ايه تفاصيل؟ هتظهر له هنا تفاصيل. هتقول لي طب ليه انا كتبت كلمه تفاصيل؟ لان هو العميل دلوقتي من منظوره شايف ده على الواتس، فبيعمل ايه؟ بيضغط سبميت على طول من غير ما لسه يكتب لك تفاصيل، علشان خاطر بس تضمن ان هو يبعت لك رساله. فاصبح ان لو ناس كتير بعتت لك رسائل، فاصبح ان البادجت ال 600 جنيه ولا ال 35 دولار ما تصرفش كتير، فاهم؟ فهي دي الفكره كلها. احنا كده اشتغلنا صح 100%. فلما الرسائل تكون كتيره جدا هتحقق مبيعات اكتر، لان انت طبعا شغال مسجز مش شغال كونفرشن يعني، فالكونفرشن طبعا موضوع تاني خالص. احفظ هنا الالف. طيب انا المفروض اعمل ايه او ايه الخطه اللي بعد كده المفروض اعمل؟ انا هبدا اعمل صفحه، خلاص كده انجزت الاعلان بتاعي، ولكن لسه طالما انا قلت لك ان انا هعمل كورس يبقى هعمل لك كورس محترم. هنا بقى الفلو اب مسجز، انا هنا هكتب لشات جي بي تي، ودي اهم من الاعلان واهم من المنتج واهم من اي حاجه. وللاسف ناس بتاخد كورسات وما بيعرفوش يتعاملوا مع العملاء، يعني يوصلوا للعميل وتعمل وتسوي في الاخر ما تعرفش تبيع، وحتى اصحاب بيزنس برضه للاسف يعني. خلينا نشوف بقى احنا هنتكلم معاه ازاي وهنعرف نشتغل ازاي. بسم الله. هو دلوقتي هيعمل لك واتساب فلو اب مسجز، يعني دلوقتي هيتتبع العميل ويبدا يتكلم معاه. هو ده الشغل الصح. تيجي تقول لي ابعت له رساله وخلاص مش هيرد عليك، انا بجيبها لك من الاخر، لان انت بتبيع حاجه مهمه جدا. هم بتوع ماركتنج فهم فاهمين، فهتبيع بطريقه تقليديه مش هيشتروا منك. خليك ذكي. طيب هتعمل ايه؟ شايف انك مهتم تزود مبيعاتك وتوفر الفاليو. طبعا انت ما بتكتبش كلمه فاليو، انا عامل لك يعتبر كورس اصلا في البوت ده. الهوك ده الهوك، هو بيعلمك الفاليو. هتكتب باكج تسويق مدى الحياه سي تي ايه، تحب اقول لك ايه الخطوات الجايه؟ قول تم. اصبح ان انت كده اجبرته انه يقول لك تم، لان دي هو شايفك ان انت سيلز محترف. هو ايه؟ بعت رساله تم، بعدها يبعت تم، بعدها يبعت تم. حتى اسال اللي بيشتغلوا في المبيعات هيقول لك فعلا هي دي الطريقه الصح. ما تبقاش شغال بعشوائيات تبعت له التفاصيل وخلاص، اخر تقول للعميل ليه ما بيردش؟ طبيعي مش هيرد. نيجي هنا على الهوك، هو بعد ما بيقول لك تم، يعني بص انا بدي لك برده الخطه ماشيه ازاي. هو هيقول لك تم، ده 100% هيقول لك تم، لان انت ما قلتلوش السعر. خد بالك طول ما انت ما قلتلوش السعر يبدا يكمل معاك، فهيقعد يقول لك تم من هنا للصبح. هيرد عليك. الباكج دي معموله مخصوص علشان اي صاحب بيزنس او اي مسوق ينجز شغل. انستجرام بوت، عندك داتا عملاء مصنفه، وعندك هدايا اللي هو اصلا فاهم انت بتبيع ايه، لان انا موفر لك بوت بدل ما تخش كورسات وتتعب نفسك بتاع الكلام من ده. الا لما ربنا بقى يكرمك عايز تعمل مبيعات قويه جدا، اللي هو زي ما بيقولوا بقى مبيعات وعايز تحترف قوي الديجيتال ماركتنج، فعندك كورس الملوك طبعا لا غنى عنه يعني. هنا بيقول لك تحب اقول لك تستفيد ازاي، انت برضه هتقول له قول تم، فهو يقول لك تم تاني. هتقول له هنا اكتر مشكلتين بيقابلوا اصحاب البيزنس، التسويق بياخد وقت، الاعلانات. الباكج ده بتحل المشكله. اصبح ان انت بتشتغل معاه اي اي دي اي، بتعرفه ان هو عنده مشكله وانت عندك حلها. هو معلش اللي عامل الكاستم اي اي ده انا يعني
اكيد طبعا هعمل لك حاجه جامده جدا يعني. طيب تحب اقول لك السعر؟ هو كان عقل العميل خلاص، العميل بنسبه 70% هيشتري. رساله الاغلاق والدفع هنا بقى قفل البيع خلاص بقى. دلوقتي عندك فرصه توفر 75%. دلوقتي كل ادواتك التسويقيه مدى الحياه. الفاليو هنا طبعا انت ما بتكتبش الفاليو، انت بس بتاخد الكلام ده وتضيفه على الوصف. طيب تحب اقول لك طرق الدفع نبدا بيها ازاي؟ خد بالك هو ما قالك، هو لسه العميل هيقول لك انا عندي فودافون كاش مثلا، او عندي اس تي سي بي، او عندي مش عارف كذا، او عندي باينانس، او عندي ايا كان بقى طرق الدفع. هتقول له تمام، تبعت له الرقم، بعدها يدفع لك، تقول له بعد الدفع انا هسلمك 1 2 3 4 5، هيدفع لك، شكرا، انت كده قفلت البيعه. فهو ده الفكره كلها. عشان كده انا بقول لك انا ضامن ان انت قسما بالله اللي هيمشي بنفس الاسلوب ده هيعمل مبيعات، وان شاء الله هتنجح وهتحقق نجاح. لو انت فعلا محتاج المنتجات دي ومحتاج البوت ده اوفره لك، فانا والله عامله بسعر رمزي جدا جدا جدا. زي ما انت شايف المنتجات دي كلها كامله، بتاخدها كده على طول، تبدا ان انت تبعتها للعميل مع السيريال طبعا. بس طبعا انا موفرها لك في الديسكربشن، الويب سايت بشكل متكامل فيه كل التفاصيل. فانا برضو مش ببيع لك، لا والله انا وفرت لك كورس فعلا يعني وقت قليل جدا، جمعت لك فيه كذا خبره في بوت واحد، كمان قلت لك ازاي تعمل اعلان، واديت لك كمان مسار للمنتج. اصبح ان انا دلوقتي عندي هدف معاك ان انت تحقق دخل بعد ما تشوف الفيديو ده وبعد ما تشتري المنتجات دي فورا ان شاء الله، بسبب صغير ان انا افتح لك بريستي. ده توفيق من عند ربنا اولا. ويا ريت تكتب لي في الكومنتات برضو هل فعلا المحاضره دي استفدت منها ولا لا. شكرا.